أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لهم والغاصبين لحقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب وليس كمثله غريب يا مظلوم كربلاء. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لواك وعضدك أبي الفضل العباس. سادتي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال، قلب اليمين على الشمال، وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم وثناء أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه متقدم. بطل تورث من أبيه شجاعة، فيها أنوف بني الضلالة ترغم. قسما بصارم الصقيل وإنني بغير صاعقة السماء لا يا أقسم لولا القضاء يا لمح الوجود بسيفه. والله يقضي ما يشاء ويحكم
وهوى أيوا عباسا فهوى إلى جنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العلقم فمشى إليه الحسين وطرفه. منو يمشي له؟ أبو علي. فمشى إليه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقي السمو فانكب عليه منحنيا فانكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عنده تخاصر يمعض يدي وصاح ويلي أويلي يا شمس نهار ويا بدر ليلي يا ابو فاضل يا خويا قطعت حيلي حيلي وطود الصبر من بعدك تقدم يا وطود الصبر من بعدك تقدم قل اخويا بياك وارطاح لجنودك. اليوم ماكو واحد معذور ترى، ماكو واحد معذور ترى منكم يا غيار. الليلة ابو فاضل كل سنة ننتظر هالليلة. يقول اخويا بياك طاح لجنودك يا خويا العلم قل لي وين جودك يا ابو فاضل يا خويا زماني هم يعودك وشمل اللي تشتت بيك يلتم يا وشمل اللي تشتت بيك يلتم ينصاب ألف وصف على العباس ينصاب ألف وصف على العباس ينصاب ومخراس على الكتفين ينصاب المياتم دوم لو الحسين ينصاب المأتم دوم لو الحسين ينصاب لما تظهر الراية الهاشمية ولما تظهر الراية الهاشمية لكن الأمر لله إنا لله وإنا إليه راجعون. روي عن سيدنا ومولانا زين العابدين عليه السلام أنه قال رحم الله عمي العباس فقد كان نافذ البصير صلب الإيمان. لقضاء الحوائج لشفاء المرضى تعجيلا في فرج المولى صاحب العصر والزمان وشمولنا بخفي وألطافه وعنايته صلوا على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات.
في هذه الليلة، وهي الليلة 7 من شهر محرم الحرام، نحن في رحاب رجل يعتبر الثاني من ثوار كربلاء، وهو تلو تالي المعصوم في المقام والشأن والدرجة العليا. هذا الرجل العظيم هو مولانا قمر العشيرة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. عرف مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام بالفداء والإيثار والتضحية والبطولة والشجاعة. الذي ينظر إلى واقعة كربلاء وينظر إلى ما حوت كربلاء من رجال من الأنصار ومن بني هاشم، يرى أن ثوار كربلاء تجسدت فيهم صفة البطولة والشجاعة، صفة البطولة والشجاعة والبسالة. ولهذا حتى العدو من تلك الجهة من جيش بني أمية أقر بذلك، أنهم يقاتلون رجال أشداء على الكفار رحماء بينهم، أبطال عرفوا بالشجاعة. ولهذا عمرو بن الحجاج الزبيدي هذا كان قائد على الميمنة للجيش الأموي، هذا لما رأى العدد الكثير ممن قتل من أهل الكوفة وبني أمية في يوم العاشر، صاحب القوم صاحب جماعته: ويحكم أتدرون أنتم من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر ورجال مستميتين ما برز إليهم أحد منكم إلا وقتلوه على قلتهم، باعتبار ماكو كفاءة بين الجيشين، 71 نفر وبين 30,000 على أقل الروايات. فشهد لهم العدو بالشجاعة والبطولة، وجسدوا أسمى معاني البطولة والشجاعة في يوم كربلاء يوم العاشر. وفي طليعة ثوار كربلاء وأبطال كربلاء من أهل الشجاعة هو مولانا أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. لما نجي إلى أبي الفضل العباس صار عندنا تلازم، كل ما نمر بالعباس يعني أن العباس لنا الشجاعة، يعني البطولة بكل معانيها وأبعادها تجسدت في شخصية مولانا قمر العشيرة أبي الفضل العباس عليه السلام، حتى صار العباس أنشودة كل شجاع وبطل. اللي يريد الشجاعة والبسالة يقول أخذها من أبو فاضل، أخذها من قمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليه. من أين أخذ هذه البطولة وهذه الشجاعة وهالبسالة؟ الواقع أخذها من طريقين. أبي الفضل العباس أخذ هذه الشجاعة من طريقين. الطريق الأول والعامل الأساسي الأول هو النسب، عامل الوراثة إن صح التعبير. عامل الوراثة يلعب دور في حياتنا إحنا. إذا واحد يريد أبناء يكونوا عنده كرماء، عليه أن ينظر في المرأة اللي يريد يتزوجها، منو أهلها، عشيرتها منو، إخوانها منو. ولذلك عامل الوراثة يأثر، كما أيضا الآباء. فمولانا قمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليه العامل الأساسي لهالبطولة وهالشجاعة والبسالة هو عامل الوراثة، يلعب دور في حياة الإنسان. أنت انظر إلى أم فاطمة بنت حزام الكلابية، لما
الإمام أمير المؤمنين توجه لعقيل، قال له يا عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب. الغاية شنو الهدف؟ قال له لتلد لي غلام يكون فارسا ينصر ولد الحسين في كربلاء، كن ناصر لولد الحسين. قال له أين أنت؟ من فاطمة الكلابية، ماكو أحد أشجع من أهلها وآبائها، عشيرة من أهل الشجاعة والبسالة والبطولة. من جهة أخرى أبوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ذاك البطل الضرغام والشجاع اللي يقول عنه ابن أبي الحديد المعتزلي في شارح لنهج البلاغة. شو يقول؟ يقول أمير المؤمنين ما برز إليه رجل أو قابل رجل إلا وضربه ضربة لا تحتاج إلى ثانية. كانت العرب ترى الزحف، يعني الشردة، ترى الزحف من الزحف من الحرب، من المعركة معيب، يقول إلا من سيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا أبو الحسن من يقدر يقابله. كانت العرب، أزيدك بعد، كانت العرب تفتخر إذا كانوا قتلاهم على يد علي بن أبي طالب قتلوا. شيء بالشيء يذكر، هذا عمرو الذي قتل الإمام، يقولون لما قتله الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعلمت أخته أخت عمرو بأن عمرو قتل، قالت من الذي قتل أخي؟ فقال له اللي قتل أخوك رجل يقال له حيدر أو حيدرة ويقال له علي. فهي عندها علم من أمها، فقالت علي بن أبي طالب، فقيل لها نعم، فقالت إذن لا أبكي على أخي. ليش ما تبكين؟ قالت لا أبكي، وأنشدت قائلة لو كان قاتل عمرو غير قاتله لبكيته ما أقام الروح في جسدي، لكن قاتله من كان أباه يدعى بيضة البلد. مثل علي بن أبي طالب قتله لا. فإذا العامل الأول والأساسي لهالشجاعة وهالبطولة عامل الوراثة، أخذ عم أيضا جعفر الطيار، وما أدراك ما جعفر الطيار، عقيل. فهؤلاء هم أهله. العامل الثاني هو عامل شنو؟ اللي يرث عند الإنسان الشجاعة، تجليات الشجاعة والبطولة والشهامة والبسالة. العامل الثاني هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله عز وجل. الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام إن المؤمن أشد اتصالا بالله عز وجل من شعاع الشمس بالإنسان. يعني المؤمن إذا توجه إلى الله تبارك وتعالى وارتبط بالله عز وجل تتجلى فيه صفات حميدة. ولذلك أنت اقرأ في النوافل اللي البعض يستهين بها زين، وبعض المؤمنين غافلين عن هالبركات، بركات نافلة مثلا الليل، نافلة الظهر، نافلة هاي صلاة النوافل. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الله راح يحبه إذا يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. وإذا أحببته كان سمعه سمعي الذي يسمع به، ويده يد الله عز وجل التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. إذا سألني أعطيته، بس يسألني أعطيه لأنه اتصل بالله عز وجل. إذا سألني أعطيته، وإن التجأ إلى الله عز وجل ينال المنى وما يريد. فمولانا قمر العشيرة كان من أهل الإيمان،
بل وصل إلى حد اليقين بالإيمان. تريد تعرف هذا المعنى؟ تعرفه من خلال حديث من؟ الإمام زين العابدين عليه السلام. كان عمي العباس نافذ البصيرة، كان صاحب بصيرة هواي ترى مهمة، صلب الإيمان، إيمان قوي راسخ. ولذا لما قطعت يده اليمنى ايش قال ابو فاضل؟ قال واويلاه، اتألم لا، بل كان يبين أنه صاحب حق وأنه يدافع عن مولاه وسيده. قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن دين وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. كان يعرف يقول لهم أنه أنا أحارب مو لجل الحسين هو أخوي، بل لأن الحسين إمام معصوم. شوف مدى إيمان مولانا قمر العشيرة بأخيه أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا جانب من صفة من صفات مولانا قمر العشيرة عليه السلام. عندك بعد منه، عندك العباس يعني العلم. بعض من عندنا يرى أنه العباس بس يعرف بالشجاعة، حتى لازم موجود فيما بيننا، لكن عندنا رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول أمير المؤمنين عليه السلام إن ولدي العباس قد زق العلم زقاه. الله، وشلون ما يكون عالم وهو ابن باب مدينة علم رسول الله، وأخيه الإمام الحسن وأخوه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ليش نريد نركز على العلم؟ هو تأكيد على أن مولانا قمر العشيرة أبي الفضل العباس كان يعد من فقهاء أهل البيت وعلماء أهل البيت. ليش تقول لي؟ أقول لك في الجواب على ذلك إخواني الأعزاء، الإنسان إذا يملك شجاعة لكن ما يملك حكمة، ما يملك علم، يصير يخبط هذا الإنسان، يصير يميل يمينا وشمالا، زين، ما يميز بعد. والرواية شو تقول؟ والعلم زينة الرجال، العلم زينة الرجال. ولهذا صاحب كتاب الإتقان الشيخ محمد طه نجف لما يجي لمولانا قمر العشيرة أبي الفضل العباس بكتابه كتاب الثقات في الرجال، علم الرجال عندنا إحنا، يقول يرمي القلم من إيده، يرمي القلم ويقول أنه العباس عليه السلام أجل من أن يكون في سجل الثقات، يعني شأن عظيم، لابد أن يكون العباس في عداد المعصومين، لازم يكون في عداد المعصومين لما له من عظمة ومقام رفيع. ولذا تشوف مكانة العباس عليه السلام عند أهل البيت لأي درجة. شهادات الأئمة في مولانا قمر العشيرة أبي الفضل العباس عليه السلام نشوفها. إمامنا يقول صلب الإيمان، الإمام الصادق عليه السلام يقول رحم الله عمنا العباس لقد جاهد وأبلى بلاء حسنا حتى قطعت يداه فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما الله عز وجل جعل ذلك علما لجعفر الطيار عمه. بعد يقول الإمام زين العابدين عليه السلام إن لعمي العباس درجة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة، الكل يغبط على الشهادة. مولانا قمر العشيرة بالفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه هو باب من أبواب الحوائج إلى الله. كان الإمام اختياره لأمه أمير المؤمنين اختياره لأمه لغاية، والهدف هو العباس عليه السلام. ولذلك أيها الأحبة لما ولد مولانا قمر العشيرة زفت البشرى علما لأمير المؤمنين أنه صار عندك مولود جديد. إجى أمير المؤمنين، إجت أسماء ناولته المولود، أخذه الإمام عليه السلام، صار يقبله، ثم أجرى السنة عليه أي أذن في اليمنى وأقام في اليسرى. يقول ثم الولد أخرج يديه، كان مقمطا فأخرج يديه من القماط
وعانق أمير المؤمنين عليه السلام، فبكى أمير المؤمنين. قالت له أسماء سيدي هذا يوم فرح يوم سرور، ما هذا البكاء؟ قالها بكيت يا أسماء على ما سوف يجري على هذين الكفين، كأني بهذين الكفين قد قطعتا من الزند في يوم عاشوراء. أبكي على هذا الموقف أجركم الله. يقول بهالأثناء دخلت زينب عليها السلام. زينب الفارق العمري بينها وبين العباس 20 سنة، لكن تربطها علاقة وثيقة بأبو فاضل. يقول من دخل مولانا، من دخلت زينب على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قالت له سيدي ومولاي ما اسمه؟ سميته؟ قال اسمه عباس يا زينب، وأما كنيته أبا الفضل، وأما ألقابه فهي كثيرة، ومن ألقابه قمر بني هاشم، ومن ألقابه السقاء. قالت أبه يا أمير المؤمنين، قمر بني هاشم يعني شدة جماله وبهاء وجهه، لكن أيكون أخي سقاء صاحب سقاية؟ قال لا يا بني، لا كما تظنين أنه يسقي الأجانب، لكن يسقيكم أهل البيت في طف كربلاء. ثم قال بني زينب خذيه فإن لك وله شأن في كربلاء يوم 10 من المحرم. أجركم الله يا أصحاب العزاء. اليوم الكل يتمنى منا دمعة، الكل يتمنى مواساة الحسين بهالمجلس، وثق دمعتك. ولذا مولانا قمر بني هاشم أزيدك من هذا المعنى. يقولون سقى أهل بيت الحسين 3 مرات، في يوم 7 وحاول يوم 10، ولكن القوم حالوا بينه وبين رحل الحسين وخيام الحسين. يقول للعباس كل ما يتقدم لأبو علي ائذن لسيدي، يأبى الإمام أن يأذن له. يقول عندها مولانا قمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليه جاءت إليه مولاتنا سكينة وهي تحمل القرب إليه. شو تقول له؟ تقول له يا ساقي الظامي المعروف عنك، جيتك وريد الماي منك. أويلي أويلي. يقلها سقنا ظامية وعباس عمي شنه الماء يا بنت ويهمك. أجركم الله. أخذ القرب مولانا قمر العشيرة، جاء إلى الحسين سيدي إذن لي. قال أخي عباس أنت يا كبش كتيبتي، أنت حامل لوائي، إذا مضيت تشتت عسكري. قال له سيدي لقد سئمت الحياة، أريد أن أخذ بثأر من هؤلاء القوم. فقال أخي عباس ابقى في المخيم. قال سيدي يا أبا عبد الله، والله إني لا طاقة لي على أن أسمع الأطفال ينادون العطش العطش، وما أذاني إلا عطش ابنتك سكينة. يقول فأذن له الإمام عليه السلام. قال أخي عباس إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. أخذ القربة شائرا سيفه متجئا ناحية المشرعة، وكان على نهر العلقمي 4000 فارس. خاض في أوساطهم، قلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة، حتى دخل إلى نهر الفرات. يقول حس العباس ببرودة الماء، أخذ غرفة بيمينه، لا
لكي يشرب، لا، إنما أراد أن يري العالم حتى الكل يسمع هذا الماء وقد ملكت وصلت للمشرع، لكن لا أشرب وأخي الحسين عطشان. آجركم الله، رمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني. بعد شنو قال؟ أريد الكل ينعى وياي حتى تصير مواساة للحسين. شلون أشرب وخوي حسين عطشان؟ أعلى شلون أشرب وخوي حسين وسكنة والحرام وأطفال رضع، وظن قلبي العليل التهب نيران، يا ريتي الماء بعده لاح الأمر. رمى الماء من يده ملأ القربة، صعد على جواده مسلتا بسيفه. كان هم العباس إيصال الماء إلى خيام الحسين عليه السلام. فبينما هو كذلك وإذا بعمر بن سعد نادى بالقوم ويحكم إذا وصل العباس الماء إلى خيام الحسين أفناكم عن آخركم فاقطعوا عليه الطريق. آجركم الله، فقطعوا عليه الطريق. فبينما هو يقاتلهم إذ كمن له لعين من وراء نخله، فلما مر به العباس رفع اللعين سيفه وقطع يمين العباس. أنا المناد ينادي وعباسا، أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. آجركم الله. فبينما العباس يقاتلهم إذ كمن له حكيم بن الطفيل، آجركم الله. فبينما العباس هكذا وإذا باللعين رفع سيفه وقطع شمال العباس. أنا المناد وعباسه. أيوا سيدا، يقول احتار أبو فاضل أخذ القربة إلى صدره، بقي بلا يمين ولا شمال. قال يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار. فبينما العباس هكذا وإذا بالسهام أتت إليه كرشق المطار، سهم أتى فأصاب عينه فأطفأها، وسهم آخر أتى فأصاب صدره، وسهم ثالث وين الغيار للصيحة، وسهم ثالث أتى فأصاب القرب وأريق موه. يقول بقي العباس متعير، الماء يراح، ايدين ما عنده ماذا يصنع. فبينما هو كذلك وإذا بلعين بعمود من حديد من خلفه ضرب العباس على هامته، فخر العباس على الأرض مناديا سيدي عليك من السلام. أدركني يا أخي. يقولون أبو فاضل ما قايل للحسين يا أخي إلا بهالساعة. فأتى إليه الحسين
الحسين وهو يقول أين تفرون مني اليوم وقد قتلتم أخي. أجركم الله. تعالنا من الخيام للعلقم وحسين يصيح بصوت يا عضيدي وقعيت وين بعد ما شوف دربه يا ضوى العين والكون كله بعين يظلان ما هي إلا لحظات وإذا بالحسين عند أخي أبي الفضل العباس. يقول إيش سوى الحسين؟ يقول أخذ رأسه الشريف وضعه في حجره فأنزله العباس. مرة ثانية أخذ أبو علي نزل العباس إلى الأرض. في المرة الثالثة هكذا التفت إليه الإمام الحسين أخي أبا الفضل لماذا تصنع هكذا؟ قال له سيدي ومولاي الآن تضع رأسي في حجرك لكن بعد ساعة من الذي يضع رأسك فيه؟ يستاهل أبو فاضل ها يستاهل. يقول الإمام أراد حمله إلى المخيم. قال له سيد أبا عبد الله اتركني هنا. قال له لماذا؟ قال له أولا لأني وعدت سكينة بالماء وأنا مستحن من سكينة. ثانيا أبا عبد الله أخشى أن تراني أختي زينب فينصدع قلبها. ثالثا أبا عبد الله لقد نزل بي الموت. يقول له يا حسين خويا خليني مكاني. يقول له لي يا ايش يا زهرة زماني. يقول له وعدت سكنة تراني بماي ومستح منها من الزدور أجركم الله. فبينما الحسين عند أخيه وإذا بالعباس شهق شهقه وفاضت روحه الطاهر. أنا المنادي ينادي وعباسا أيها سيدا. يقول قام الحسين عليه السلام لكن شلون رجع أبو علي؟ يقول رجع يد يكفكف دموعه بكم يمسح عيونه. يقول واليد الأخرى قد وضعها على خاصرته وهو يقول الآن انكسر ظهري يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم. خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم وصرت مركز يا خويا الكل الهموم. رجع الحسين بهالحالة لكن منو الذي كان باستقبال مولانا أبي عبد الله؟ يقول سكينة واقفة على الباب تنتظر قدوم العباس. وين عمي شوبو يرجع وحده؟ أولي تلقت تبكي مسكينة تقول لأبويا عمي العباس وين؟ شقلها يقلها يا زيكنا يا زيكنا راح عباس راح الدريح يا ابويا والطوس راح الدريح والطايس. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء. إلهي وسيدي ومولاي إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم صل على محمد وآله. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه يا الله. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاء وخيره. الآية الشريفة لشفاء المرضى دفع البلاء نصرة للمجاهدين نقرأها جميعا إن شاء الله بحق مولانا قمر العشيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب
ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا كاشف السوء والبلاء اكشف السوء والبلاء عن شيعة مولانا أمير المؤمنين يا الله من على المرضى بالشفاء العاجل يا الله إلهي من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة ولك فيها رضا ولهم فيها صلاح لا سيما من أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم يا الله إلهي لا تفرق بيننا وبين الحسين وارزقنا البكاء على مصائب الحسين إلهي وسيدي ومولاي وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين يا الله احفظ وأيد حماة الدين سيما علماءنا العاملين الحاضرين اللهم احفظهم وأيدهم وأطل بأعمارهم وفقنا والجمع الحاضر لكل خير يا الله تقبل منا ومن المؤسسين لهذا المجلس بأحسن القبول يا الله دعاءنا الأخير اللهم رد كيد الأعداء إلى نحورهم وارزقنا جميعا حسن العاقبة يا الله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان الشهداء العلماء سيما خدام سيد الشهداء أبي عبد الله علماءنا الماضين من لم يذكرهم ذاكر روح السيد الإمام الخميني والسيد الشارود والسيد التبريز رحم الله من أهدى الفاتحة مع الصلوات.